السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ونتمنى تكونوا بخير والصحيحه لاباس. اليوم اخوتي غادي نحضر معكم، غدوزوا معايا العشيه اللي غنحضر فيها الفطور، وغنوجدوا داكشي اللي يقسم الله. هنايا غادي نوجد البقوله بعد ما غسلتها وتسقطرت، درتها قطعتها تقطع كبير ماشي صغير، ودرتها في الهاشوار، استعنت بالهاشوار حيت الصراحه عيانه ما قداش نقطعها بيدي، كنت عاده بيا شويه في التقطاع. راكم شفتوا التقطاع ديال الهاشوار كي دارت ليها، جات مزيانه. واخا انا ما بغيتش نطحنها بزاف باش ما تطحنش بزاف، حاولت نخليها شويه غليظه. الشرا بقاو شي ورقات صاينين حيدتهم، وغادي بعد ما كملت طحنتها غادي نديرها تسلق. ردت تسلق واحد نص سلقه. هنا دزت نوجد هاد الخضيره للطاجين، نقرد هاد الخضيره للطاجين. الطاجين كندير فيها بطاطا وحده جوج خيزوات ولا خيزو، هذيك الكورجيطه وكاك كتبقى، ما كاينش اللي كياكلوا. الولاد مازال صغار، انا والزوج الكريم كتبقى بحال كواك. قررت ما غاديش نبقى نديرها هذيك البطاطا، كنديرها زعما على حساب الوليدات وداكشي. الساعات ما كياكلوهاش كاع نهائيا، ما كيشوفوش هما في الطاجين. ما غاديش نبقى واقيلا نديرها، غادي تبقى كنديرها كتضيع. هذيك الكورجيطه مازال كنديرها على حسابي انا، كناكلها. عزيز عليا ديك الكورجيط الصغيره في الطاجين وداكشي كنديرها كناكلها. وكنبغيها على حساب انني ريجيم، حيت خوتي كان فايت فيا داء السكري، كان عندي داء السكري ديال الحمل. والحمد لله من معجزه من عند الله تشافينا. رجعت صحيحتنا لاباس، واخا كنت بقيت دايره معاه احتياط، بقيت دايره معاه البال. ما كنتهاونش في الماكله وداك الشيء، كنحاول دايره احتياط، دايره بحسابه. حيت الصحه يا خوتي هي كلشي. من بعد ما شي 4 سنين، شي 6 سنين ولا 7 سنين معاناه مع الانسولين، الحمد لله الحمد لله. بعدا حيت الانسولين وحيت الدواء كلشي، بقيت بالريجيم بحال هكا، وكنرد معاه البال. الصحه خوتي هي كلشي، كنحاول نركز على ماكله صحيه. خاص الماكله الصحيه لا للصحيح ولا للمريض. اللي صحيح يحاول على صحته ويبقى ياكل ماكله صحيه، واللي مريض حتى هو يحاول على صحته. الماكله الصحيه راه مزيانه بالنسبه للانسان، ما يبقاش يتهاون. هذا ما كان اخوتي، لان الصحه هي كل شيء. الا مشات الصحه راه ما بقات حتى شي حاجه. الا كانت عندك الصحه واخا ما تكون عندك حتى حاجه تقدري ديري اي حاجه، ولا ما كانش عندك الصحه و... وعندك كل شيء راه ما تقدري ديري حتى حاجه. هنا بعد ما كملت هذيك الخضيره حطيتها، غادي ندوز نصب هنا الطاجين. درت هذوك اللحيمات ديال البيبي، وندير واحد البصيله مشلطه، وندير عليه العطريه. راكم عارفين العطريه كلشي راه كيعرف، طاجين كلشي كيعرفوا تبارك الله. المغربيات راه محالين. درت شويه تاع الملحه واش اخوتي الثومه راه كاع النساء بحال في رمضان واخا يكونوا صايمين عينك ميزانك الملحه عندك القياس. الماكله سبحان الله ما تجي مسوسه ما تجي مالحه، كتجي هو هذاك بحال ضايقاها. سبحان الله العظيم. البزار اخوتي انا ما كنكثرش البزار في الماكله، حيت ما كناكلش الحار الصراحه. عندي المعده كضرني بزاف، ما كناكلش الحار، لا انا لا الزوج الكريم نهائي. الحار بزار راه كنحاول نديرو بعض مرات، ما كنكثرش من نوار الرويس ديال المعالقه. ايوا هنايا غادي نصب الطاجين، نردوه يتقلى شويه، وندوز نصفي. هذيك درت من داك الربيع اللي خوتي كنت شاركت معاكم، طحنته هو والثومه. كيبقى زوين في الثلاجه، كديريه غير لتحت في الثلاجه، كتبقاي ديري منه في الطاجين، ما كيتلج ما والو. ومعاه الثومه بلا ما تحتاجي كل مره تجبدي الثومه. درت واحد شويه ديال شي نص كاس ديال الماء بحال هكا باش يتقلى. سمحوا لي اخوتي راه ضاربني البرد، ما تديوش على الهضره ديالي، راه شويه محرحره. كاين هاد الريح، الله يشافي الجميع. ايوا نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وتدخلوا تشتركوا في القناه. ايوا هنا الخبيزه ديالي بعد ما طابت هاد البقوله صفيتها، وهنا جيت غادي ندير عليها العطريه. درت واحد المعالقه ديال سكينجبير، معالقه ديال الملحه. العطريه راكم عارفين راه كتجي زوينه هي في هاد الوقيته ديال البرد. درت شويه الخرقوم وشويه تاع البزار. راني قلت لكم البزار اخوتي ما كنكثروش، ما كنقدرش عليه.
مازال الكمون كنكترو، الكمون ندير معاشق كبيرة، كيعجبني الكمون نديرو في الخبيزة وبحال في الخضرة المبخرة وداك الشيء كيعجبني الكمون ديما خاصو يكون حاضر عندي، ديما كنديرو. ودرت شويه ديال العدس. واش نتوما خوتي كديروا معايا العدس؟ تتقولوا لي في التعاليق واش نتوما كديروا معايا العدس، حيت كتجي زوينه بالعدس وكيزيد يبننها. درت شويه الحامض وغندير شويه من هذاك الربيع اللي طاحنا مع الثومه، حتى هو كيجي مزيان. هذاك راه فيه الثومه كافيه بلا ما نحتاج نزيد الثومه، حيت راني طاحنه مع الثومه. وغادي ندير شويه ديال الزيت البلديه. راه كما كتعرفوا انا ما كنطيبش بالزيت الروميه، الظروف الصحيه نهائيا ما كنطيبش به. حتى الطاجين كندير فيه الزيت الرومي الزيت البلديه، ولكن كنخليه حتى يطيب وعاد كندير عليه واحد المعالقه ديال الزيت البلديه. هنا درت شويه تاع الزيتون، هذاك الزيتون راني مصوباه في الدار، مصوباه على يدي. دابا غادي ندير معاها شي حتى 2 كيسان ديال الماء ولا ونردها طيب، نسد عليها الكوكوط ونخليها تصفر عليها شويه. درت واحد المعالقه ديال مطيشه ديال الحك. ما تديوش على هضرتي انا، راه هادي هي هضرتي خوتي، ما كنبقاش نزوق فيها ولا الهضره داكشي تلقائي كيما جا. هنا بعد ما تقلاو هاد الحيمات غادي ندير عليهم الكوكوط. راني رديتها ديال البقوله. الحريره ما كنديرهاش، مره كنديرها على يومين 3 ايام حيت كتبقى ما كياكلوها ما كيشربها حتى شي واحد. حتى كنحس بهم راه متوحشوها وبغاوها عاد كنديرها وما كنكترش باش ما تضيعش. كتضيعي فيها بزاف ديال الحوايج وكتبقى تلاح، حمص العدس مطيشه وداك الشيء كلشي وفي الاخير تبقى تلاح. هنا بعد ما الطاجين كنخليه حتى نستف فيه الخضره ونخليه حتى يتقلى حتى كيغلى شويه فوق الوطه. عاد كنحطو هنا على المجمر. هذا المجمر شعلت فيه عويدات والجذوره وداكشي ديال الحطاب تهبه وحطيت عليه الطاجين. هنا دزت غادي نوجد عصير هذاك فيه التفاح والبنان والليمون، ودرت معاه واحد قرده ديال الخيز وهذيك شلاضه الباربه وهذاك شي ماطيشه مع شويه تاع الخس. ما شاركش معكم العجينه باش ما يجيش الفيديو طويل، هنا راني قرصتها. ايوا هنا هذا هو الفطور ديالنا، نتمنى يعجبكم. تما هذيك هي الخبيزه راه جات زوينه وبنينه، هذاك هو الطويجين. نتمنى يعجبكم وما تنساونيش اخوتي من واحد لايك واشتراك في القناه الى عجبكم الفيديو. خليو لي شي تعليق زوين وكنبغيكم بزاف، ونتمنى يعجبكم المحتوى ديالي ودعموا القناه ديالي. وشكرا لكم بزاف، تحياتي لكم.